شغل صورة طويلة صوت حد بتحبه وخلصها كلها من غير ما تمسك الموبايل. يعني اقعد كده، حاول تعمل ده قبل رمضان. شغل سورة الأنعام، بلاش يا سيدي صورة الرعد أو فاطر، أي صورة والصورة بتحبه، وحاول ما تعملش أي حاجة وهو بيقرأ إلا أنك تنصت. انك تعمل خطبة اسمها أنصته، من معانيها أن تسكت نفسك، تسكتها. تعرف لما بتيجي تقعد عايز تقعد مثلا في المسجد المغرب والعشاء، عارف جدا كلنا يعني انت يعني اصلا انا بقيت براقب نفسي او براقب الناس او ابني او انا حتى، تلاقيني غصب عني كل شويه اعمل كده طبعا، مع اني انا مش عامله سايلنت. يعني مثلا يعني لو جه نوتيفيكيشن انا هسمع صوت، بس برضه تلقائيا تلاقيك مش مستحمل ان يعدي وقت زمني من غير ما يجي لك اشعار. زيك انت لو بتقعد في مسجد، افترض المسجد ما فيش فيه شبكه، تلاقيك قاعد 50 خاطره. يعني انت اصلا مش مهم لهذه الدرجه، مش قصدي يعني مثلا بس تلاقيك قاعد، هتلاقي فلان بيتصل وهتلاقي، وبعدين تطلع من المسجد تلاقي عادي جدا الحياه ما ماتتش ولا حاجه، والحياه ماشيه عادي، بس انت مش قادر تتحمل. فمن الحاجات اللي احنا محتاجين نتدرب عليها، اسمع قرآن، اقفل الاشعارات وشغل سوره اسمعها كامله. انت كده بتزق، ده فكره بقى، انت كده بتحاول تفرغ، تفضي. تحاول تعمل ده حتى لما تيجي تتلقى القرآن في التراويح في مساحه،